كلمت الشيخة والحمد لله العمل اتفك. أحمد رجع معايا زي الأول وأحسن، ورجعنا لبيتنا ولمينا شملنا من تاني. لكن المصيبة الأكبر لسه مستمرة. أخت جوزي اللي ادتني الظرف فاكرة إن أمها كانت حطالي أنا في الظرف حاجة كبيرة أو جزء من ورثهم. بحلف ليها إنها فاهمة غلط وهي مش مصدقة. بدأت هي وإخواتها كلهم يقولوا نفس الكلام: انتي أكلتي ورث أمنا. أنا مظلومة وربنا شاهد إني ما خدتش حاجة، وحماتي حلفتني في الجواب إني محدش يعرف حاجة. أنا مش عارفة أعمل إيه، أقول الحقيقة وأخون أمانة واحدة متوفية، ولا أسكت وأخسر بيتي تاني؟ جوزي حلف عليا إني لو معرفش الحقيقة يبقى أنا طالق. أنا بين نارين. يا جماعة أنا محتاجة رأيكم بجد. لو كنتوا مكاني هتعملوا إيه؟ هتختاروا إيه بين الأمانة وبين بيتكم وحياتكم؟ شاركوني آرائكم في التعليقات تحت، وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان تشوفوا كل القصص الحقيقية اللي بتهمنا.